فإن ظاهرة الإلحاد ظاهرة خطيرة ظهرت في بعض المجتمعات الإسلامية، ووقع في مستنقعاتها قلة قليلة من الأشقياء، ولا يقع في الإلحاد إلا الأشقياء من كل جيل. المقصود بالإلحاد في الدين هي الأقوال التي تدل على تمرد الإنسان عن الرسالات والشرائع، وتدل على احتجاجه على الرسالات، وتدل على تضجره منها. ويكون الإلحاد بإنكار وجود الله سبحانه وتعالى، أو بإنكار الغيبيات التي دعا، أو بإنكار الغيبيات التي دعت إليها الرسالات، أو بالاعتراض عليها. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ومن الملاحدة ابن الراوندي. ابن الراوندي كان يهوديا ثم دخل الإسلام، وقد كان أحد الأذكياء، تنقل بين عدة آراء ومذاهب حتى صار من أئمة المعتزلة، ثم فارقهم وهاجم مذهبهم، ثم صار ملحدا زنديقا. هرب ابن الراوندي ولجأ إلى رجل يهودي واسمه ابن لاوي، وفي مدة جلوسه عند اليهودي صنف له كتابا سماه الدامغ للقرآن. الدامغ للقرآن، كما ذكر ذلك ابن كثير في ترجمة ابن الراوندي في البداية والنهاية. ومعنى الدامغ أي الذي يدمغ القرآن ويبطله، لعنه الله. لكن الكتاب ولد ميتا ولم تكن له قيمة، وكيف تكون له قيمة وهو يعارض كتاب رب العالمين؟ لبث ابن الراوندي أياما يسيرة بعد كتابه ثم مات، لعنه الله. مات ابن الراوندي ومات كتابه، ولم يضر كتاب الله شيء سبحانه وتعالى. قال أبو الفرج بن الجوزي: زنادقة الإسلام ثلاثة، أي أشهر الزنادقة في تاريخ الإسلام ثلاثة: ابن الراوندي، وأبو حيان التوحيدي، وأبو العلاء المعري. وأشدهم على الإسلام أبو حيان، لأن ابن الراوندي ولأن أبا العلاء المعري صرحا بإلحادهما، وأما أبو حيان التوحيدي فلم يصرح. قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة ابن الراوندي، قال: لعن الله الذكاء، لأن ابن الراوندي كان ذكيا ذكاء عجيبا. قال الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن الراوندي: لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. ومما يقوله ابن الراوندي: كم عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. ومن الملاحدة أبو العلاء المعري، الذي يقول مشككا شاكا ومشككا، يقول: في اللاذقية ضجة ما بين أحمد والمسيح، هذا بناقوس يرن وهذا بمئذنة يصيح، كل يمجد دينه ليت شعري ما الصحيح. ويقول أيضا أبو العلاء المعري معترضا على شرع الله سبحانه وتعالى، يقول: يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. يقول: هذه اليد ديتها 500 دينار من الذهب، ثم تقطع في ربع دينار. يقول: ما هذا؟ هذا تناقض، وليس هذا بتناقض،
ولكن هذا إلحاد، لقد رد عليه العلماء من كل مكان، وممن رد عليه عبد الوهاب المالكي، القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى، فقال: يد ب500 عسجد مديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال فافهم حكمة الباري. وقال بعضهم يرد على المعري: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. وقال أبو العلاء المعري أيضا: إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه ابنتيه بابنيه في الخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر، وأن جميع الناس من عنصر الزنا. أي أن آدم زوج ابنتيه بابنيه، فابناء آدم تزوجا أختيهما. يقول المعري: إذن الناس جاءوا من الزنا، هكذا يقول المعري. ويقال له: وأي زنا أيها الجاهل، وقد أباحه الله في شريعتهم بشريعة آدم، لأنه لا يمكن أن يحصل التكاثر إلا بهذه الطريقة. رد عليه بعض العلماء فقال: كذلك إقرار الفتى لازم له، وفي غيره لغو كما جاء شرعنا. أي بما أنك أقررت على نفسك بأنك ابن زنا فأنت ابن زنا لإقرارك بذلك، وأما شهادتك على الناس بأنهم أبناء زنا فلا يقبل هذا إلا ببينة، وأي بينة وقد جاءت شريعة آدم بذلك. ويخاطب الله أيضا، يقول المعري يخاطب الله يقول: ونهيت عن قتل النفوس تعمدا حتى بعثت لقتلها ملكين، وزعمت أن لها معادا ثانيا ما كان أغناها عن الحالين. وهذا إيليا أبو ماضي كاتب لبناني، كاتب وشاعر لبناني نصراني في الأصل، سافر إلى أمريكا وعاش فيها. يقول إيليا أبو ماضي وهو يشكك في البعث، يقول: جئت لا أعلم